لو عايز ترجع شباب تاني وتبتدي ان انت يبقى عندك طاقة جامدة جدا، لو انت بتروح التمرين ومحتاج لطاقة في حياتك، لو انت عريس جديد، كل ده معانا هنا. الوصفة اللي احنا هنقولها النهاردة كلها حاجات طبيعية جدا، لكن هتجدد ليك شبابك وهتخلي الطاقة اللي عندك من جوه زي الحديد. تعالوا قبل اي كلام ندخل في التعليقات نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمل شير ولايك وكومنت للفيديو عشان يوصل لكل الناس اللي احنا عايزين ان هم يستفيدوا معانا. النهاردة يا جماعة معانا خلطة هقول لكم احنا عاملينها ازاي. طبعا هي باين كده المكونات بس هنشرحها لكم بسرعة، لكن في حاجات فيها غالية، ممكن كل واحد يجيب على قد ايده، على قد الميزانية اللي معاه. تقدر تجيب حاجة غالية جيب، ما تقدرش استبعدها وجيب الحاجة اللي على قدك. ده طبعا عسل جبلي، العسل الجبلي غالي. نجيب ايه؟ ممكن تجيب عسل حبة البركة. انا حطيت لكم المكونات جوه عشان ما ناخدش وقت واحنا بنجهزها، فهشرحها لكم بسرعه. لو ما عندكش تجيب عسل جبلي، هتجيب عسل نحل عادي حبه البركه. الحاجات اللي انا حاططها عليها، انا حاطط مكونات كتيره جدا، وانت حط المناسب لميزانيتك زي ما بقول. انا حاطط هنا في سمسم، بص الحاجه اهي، في سمسم عندنا، في كاجو، في فستق. بص البودره اللي انت شايفها دي بقى، بص البودرة اللي هنا دي ايه؟ دي البودرة بتاعة الجينسنج، بودرة الجينسنج. الجينسنج دي انا اتكلمت عليها قبل كده وقلت قد ايه ان مفعولها خطير. حاطط عليه بودرة جينسنج وحاطط غذاء ملكات النحل، غذاء ملكات النحل، وحبوب لقاح. حبوب اللقاح باينة اهي، تمام. وفي طلع النخل، البودرة برضو البيضة التانية، طلع النخل والسوداني. يبقى احنا حاطين مجموعة مكسرات وفستق، طبعا فستق مقشر وكاجو وسمسم وسوداني. كل انواع المكسرات اللي تقدر تحطها حطها. جنسنج غالي بلاش، حبوب اللقاح مش غالية تقدر تجيبها. حط الحاجة اللي انت تقدر والميزانية بتاعتك تنفعها. انا مرضتش ان انا اقلبها، كل ده بيتقلب مع بعض بمعلقة خشب. تقلب المجموعة دي كده كلها مع بعضها، وبعد كده تسيبهم لمدة اسبوع، وتبتدي تاخد كل يوم معلقة، معلقة واحدة. الخلطة اللي موجودة هنا دي الجينسنج هتقول لك قد ايه، حط عليه معلقة جينسنج صغيرة. كل حاجة من البودرة اللي انا حاططها معلقة. كمية المكسرات على قد ما انت عايز. قلت لك عايز تحط حط، لقيت الكاجو غالي بلاش، لقيت الفستق غالي بلاش، حط سوداني، حط سمسم. الحاجات دي مع بعضها لو اتحطت هتبقى انت بطل الابطال، بطل الابطال بمعنى الكلمة، ومحدش هيقدر ان هو يلوي لك دراعك زي ما قلت لكم قبل كده. شوف الخلطة دي ممكن تغير حاجات كتير قوي في حياتك. لو انت مريض سكر او ضغط او قلب او اي مريض، ترجع للدكتور بتاعك هو اللي يقول لك تاكل ايه وتشرب ايه. انا بتكلم عن الناس الطبيعية جدا اللي ما عندهاش اي امراض. ما تنساش في التعليقات تدخل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل شير ولايك وكومنت، والفيديو يوصل لكل واحد انت عايز ان هو يستفيد. اشوفكم بخير يا رب. سلام عليكم.